السلام عليكم غزالات ديالي. جبت لكم اليوم واحد الشهيوه اللي كتجي لذيذه بزاف، ساهله مهله وشي حاجه همويه تحضريها للضيف ديالك اولا لوليداتك المدرسه. كتجي زوينه بزاف، تحضريها للغداء اولا للعشاء. تبعي معايا المراحل ديال التحضير ديال هاد الشهيوه هادي اللي كتجي لذيذه بزاف وشي حاجه زوينه في الشكل وحتى في المذاق. ما نقولش لكم واحد القرمشه، واحد اللذه، يا سلام. تبعوا معايا المراحل ديال التحضير ديالها. الا كنتو اول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي ما تنساوش اللايك وتشتركوا باش هكا يوصلكم دائما الجديد. اول حاجه خديت جوج ديال البطاطات كما كتشوفوا معايا هنايا الحجم متوسط. غادي نحكهم في الحكاكه رقيقه. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما حكيتهم كاملين بجوجهم غادي ناخذهم وغادي نبدا نعصرهم مزيان من الماء. كما كتشوفوا كناخذوا هكا واحد الكميه وكنبداو نعصروها مزيان بيدينا، يعني ما تبقاش فيها حتى قطره ديال الماء، نشفها مزيان من الماء. ضروريه هاد المرحله هذه البنات ما نخليوش فيها الماء، اهم حاجه باش تنجح لينا هاد الاكله هذه. صافي كنعصرها مزيان، غادي نعصر الكميه اللي عندي كامله وغادي ناخذ هنايا خديت الهاشوا اللي غادي نبدا نطحن فيها. عندكم اي حاجه كطحن مزيان تقدروا تستعملوها. صافي هنايا خديتها. من بعد غادي ناخذ هنايا عندي تقريبا 250 غرام ديال الكفته. بالنسبه للكفته كتبقى الكميه اختياريه، يعني اي القياس اللي بغيتو ديروا. انا درت هنا 250 غرام، درت معاه جوج ديال البطاطا، الا درتو كتر غادي تزيدوا بطاطا. هنايا بالنسبه للكفته انا كندير فيها العطريه كنحتفظ بها في المجمد. غادي نزيد ليها شويه ديال العطريه. الا ما كنتش عندكم فيها العطريه غديروا العطريه ديال الكفته، يعني ما كنضيفوا حتى شي حاجه اخرى. وكنزيدوا شويه ديال التحميره باش ديك البطاطا كتشد لينا اللون الاحمر، يعني كيجينا داك اللوين في البطاطا والكفته، يعني كيغلب عليها داك اللون. صافي هنايا من بعد ما طحنتها مزيان كما كتشوفوا حتى كتبدا كتطلق دوك السلوكه، يعني كتنسجم مزيان ديك البطاطا مع الكفته كيتعجنوا مزيان. صافي هنايا خديت واحد البلاستيكه طلقتها فوق السطح ديال العمل ودهنتها بشويه ديال الزيت. ضروري نديروا الزيت باش ما تلصقش لينا العجين داك الخليط اللي درنا ما يلصقش لينا في البلاستيكه. صافي كنديروا الزيت في يدينا وزيت في البلاستيكه، وكما شفتوا كنغطيو هكا على جنب وكنبداو نطلقوا على هذا الشكل. كما شفتوا طلقتها السمك اللي بغيتو. انا راه كنديرها رقيقه باش كتجي جات زوينه بزاف، كتجي مقرمشه. وكنعمرها هكا بالجبن. بالنسبه للجبن اي جبن عندكم، انا درت موتزاريلا كيعطي واحد التعليكه زوينه في الداخل. بالنسبه الا ما كانش عندكم هكا الفرماج، الا كان عندكم غير المثلثات تقدروا تقطعوه دي مورسو وتعمروا به هذا الحشوه، هذا كيجي لذيذه بزاف. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم. غير هي موتزاريلا كتعطيه واحد التعليكه لداخل كيجي زويون. صافي هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى كما شفتوا معايا. صافي كنبداو نجمعوها هكا ونحاولوا نزيروا يدينا، يعني باش ما تجيناش مرخوفه ديك السيجار، كتجي مجموعه باش منين كنجيو نقليوها ما كتستلقش ما كتحلش لينا مع الزيت. صافي هنايا ودائما بالاستعانه بالزيت، دائما نديروا شويه ديال الزويته في يدينا وندهنوا البلاستيكه ومن بعد نبداو نطلقوا على هذا الشكل هذا. كنحاول نعاودهم معكم باش تشوفوا مزيان الطريقه. صافي كما شفتوا كنبدا نطلقها هكا مزيان. غير هي بالنسبه للسمك ما نرققوهاش عاوتاني بزاف باش ملي نجيو نقليوها ما تحلش لينا. كان يعني هانتوما تشوفوا معايا انا السمك اللي كندير كما شفتوا، يعني ما كنديروهاش رقيقه بزاف وما كنديروهاش غليظه. صافي هكا نعمرهم بالجبن من الداخل وكنبدا نلويها هكا دائما بالاستعانه بالزيت وبالبلاستيكه باش ما تلصقش لينا. صافي وهذا هو الشكل ديالهم. صافي غادي ندخلهم للكونجيلاتور واحد 20 دقيقه هكا. كما شفتوا دخلتهم الكونجيلاتور شدوا راسهم مزيان. ومن بعد هنايا خديت كاس ديال الحليب واحد البيضه خلطتهم مزيان، وعندي هنايا لا شابلور الخبز المحمص. صافي كنبدا نلوح هذيك السيجار في البيض والحليب ونخلطها مزيان في الخبز المحمص ونعاود عاوتاني نديرها في الحليب. انا بغيتها تجيني ديك القرمشه بزاف، يعني لما بغيتوش انها تكون يجيو مقرمشين بزاف، ما كانوش عندكم سنينات صحاح، غادي ديروهم غير مره واحده، يعني ديريها في الحليب ومن بعد ديريها في الخبز المحمص وتحطيها. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله كما شفتوا كنديرها في الحليب وكنعاود نفندها مزيان في الخبز المحمص، ومن بعد عاوتاني نعاود نديرها في الحليب نعاود نفندها في
في الاخر كتجي هذيك الطبقه ديال التقرميشه كتجي زوينه. انا عجبتني هكا يعني، فايته درتهم غير مره واحده ما جاونيش زوينين، ماشي بحال فاش كنديروهم جوج المرات في الحليب ومن بعد كنفندوهم مزيان كيجيو لذاذين بزاف وكيجيو مقرمشين. صافي غادي نسالي الكميه اللي عندي. بالنسبه للبنات 250 غرام ديال الكفته، خرجت لي جوج ديال هاد لي بلاطو، تبارك الله كتخرج كميه كثيره. صافي من بعد ما غادي نساليهم غندخلهم عاوتاني الكونجيلاتور واحد 20 دقيقه حتى يشدوا عاوتاني راسهم مزيان. الا بغينا نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور نقدروا نحتفظوا بهم على هذا الشكل هذا، نديروهم في بلاستيكات ونخليوهم الوقت اللي بغينا ناكلوهم نجبدوهم ونقليوهم. صافي هنايا كما شفتم بعد ما سخنت الزيت مزيان، تكون الزيت سخونه مزيان والزيت كثيره باش كيتفندوا فيها. صافي كندخل نديروهم هكا يتقلاو. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يقليوهم غادي يدهنوهم مزيان بالزيت، يعني تحاولوا تدهنوهم مزيان بالزيت من فوق وتدخلوهم الفران يطيبوا حتى هما كيجيو زوينين بزاف. انا كيعجبوني مقليين. صافي هنايا درتهم فوق البابي باش ينشفوا ليا شويه من الزيت. صافي نقدموهم. كتجي ديك التعليكه ديال الفرماج من الوسط، نسيت ما حليتش معكم شي وحيده هكا باش تشوفوهم من الداخل كيفاش كيجيو زوينين بزاف. داك الفرماج كيعطيهم واحد التعليكه لذيذين مقرمشين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتحضروهم وتقولوا لي في التعاليق كيف جاوكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلا لايك بالطبع الا عجبوكم، وان شاء الله جايين بزاف ديال الوصفات اللي زوينين وغادي يعجبوكم. ودائما انا مع السهل اللذيذ، دائما الحاجه السهله واللذيذه هي اللي كتعجبني وهي اللي ان شاء الله كنشاركها معكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على الثقه ديالكم. كنشكر بزاف البنات اللي كيصيفطوا لي لي ميساج في الخاص كيسولوا فيا انا راه لاباس الحمد لله، غير مع الشغالات شي شويه وصافي. ولكن ان شاء الله انا رجعت ان شاء الله غادي نبدا نحط لكم تقريبا غنبدا نحط فيديو كل نهار باش هكا، حيت كاينين بزاف ديال الوصفات اللي باغا نشاركهم معكم. وبما ان دابا الوليدات دخلوا للمدرسه وكلشي غنشارك معكم بزاف ديال الاكلات اللي هكا ساهلين تقدروا تحضروهم لوليداتكم والضياف ديالكم ليكم ويعجبوكم بزاف. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على الثقه ديالكم. مرحبا بالناس الجداد اللي كينضموا للقناه. شكرا لكم بزاف من القلب. واي حاجه كتوصل ليها قناه زوزو شانيل راه بالفضل ديالكم. تهلاو في راسكم الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.